كبرت وأنا أشوف أمي بتشتغل طول اليوم بإيدها، بتنظف بيوت الناس وبتطبخ للغرباء وبتظبط أماكن غيرنا عشان إحنا نعيش. الشغلانة دي كانت الوحيدة اللي نعرفها والوحيدة اللي بتدخل لنا لقمة العيش. صحتي كانت ضعيفة ومجهود البيت الكبير كان بيوقعني تعب، لكن ما كانش قدامنا حل تاني. أمي حاولت تشتغل حاجات كتير تانية، لكن يدوبك كانت المصاريف مش بتكفي، وكانت دايماً بتقابل مشاكل. ففي الآخر رجعت لشغل البيوت تاني. أما أنا فكنت طالعة شبه أمي بالظبط، شكلي كان لافت للنظر، ودايماً لما أروح أي مكان الناس كانت بتلفت ناحيتي، مع إن حياتنا كانت بسيطة جداً وتعبانة. كنت بحاول أبقى إنسانة طبيعية. أهم حاجة عندي إني ما كنتش مهتمة أبداً إن حد يلاحظ جمالي. كنت لبسي بسيط، ولا بهدل نفسي بمكياج ولا حاجة، لكن برضو أي مكان أروحه كنت بلفت أنظار اللي حواليا من غير ما أبقى عايزة كده. وكانت أمي هي اللي جابت لي أول شغلانة. شاب ساكن لوحده في شقة كبيرة، أهله كلهم مسافرين، وهو بيدرس وبيشتغل على نفسه. الشقة كانت محتاجة حد يظبطها ويطبخله، وأمي كانت تعبانة فطلبت مني أروح بدلها. كنت مترددة جدا بالأول، مش عارفة أعمل إيه، بس ما كانش قدامي حل. روحت ونظفت المكان وعملت الأكل وضبطت كل حاجة بطريقتي، وخلصت ومشيت قبل ما هو يرجع. الشاب ده ما كانش يعرف أصلا إني أنا اللي جاية. تاني يوم روحت برضه ونفس الحكاية، ما كانش موجود. فضلت أروح أسبوعين كده، وكل يوم أخلص شغلي وأمشي من غير ما أشوفه. كنت مرتاحة في الشقة وبعمل اللي عليا. بس في يوم من الأيام فوجئت بيه رجع البيت بدري وأنا لسه بشتغل. دخل عليا فجأة واتخضيت. هو كمان كان في عينيه نظرة غريبة. سألني: مين انتي؟ قلت له: أنا بنت الست اللي كانت بتيجي تشتغل هنا، أمي تعبت فجيت بدلها. اعتذر بسرعة وقال إنه ما كانش يعرف إني موجودة. أنا قلت له أنا اللي غلطانة. الجو كان حر وأنا مش بطيء الحر. كان يوم عادي، لكن حاجة في صوته وإحساسه حسسني إني مش كل حاجة هتمشي زي ما أنا متوقعة. مشيت بسرعة وقلت في نفسي: خلصت الحكاية. بس ما كنتش أعرف إنها كانت بداية حاجة أكبر. ري هوك. تاني يوم أمي صحتها اتحسنت شوية وقررت تروح بدالي، لكنها رجعت تعبانة جدا، وخلال كام يوم دخلت المستشفى. وأنا اضطر إني أروح أكمل شغل الشاب لوحدي تاني، مع إني ما كنتش عايزة. لكن المرة دي كل حاجة كانت مختلفة. أمي اتدهورت صحتها فجأة. في يوم كانت كويسة، وفي اليوم اللي بعده تعبت تعب شديد. دخلنا المستشفى وحجزوها. بقيت أنا اللي لازم أروح أسأل على شقة الشاب وأظبطها وأعمل الأكل، وأنا قلبي مش معايا من كتر القلق على أمي. كان يوم صعب جدا. روحت الشقة زي كل يوم، عملت اللي عليا وكنت هخلص وامشي، بس المرة دي أتاريه كان موجود. لما فتحت له الباب حسيت بقلبي وقع. كان واقف قدامي بهدومه العادية ونظرته مختلفة، مش زي أول مرة اتصدمنا فيها. كان كأنه بيفكر في حاجة. سألني عن أمي بالاسم، وعرفت إنه هو اللي سأل علينا في المستشفى. قال لي: أنا عرفت إن والدتك تعبانة وإنك بتيجي تشتغلي ومحدش معاكي. ليه ما قلتليش؟ أنا قلت له: دي مش مشكلتك يا باشا، إحنا بنشتغل عشان نعيش. كان تصرفه غريب من البداية. في نفس اليوم قال لي: خليني أساعدك. وأنا اندهشت. راجل في مستوى عيلته يساعدني في شغل البيت؟ بس هو فعلا نظف معايا وساعدني في الأكل وما سابنيش ألمس حاجة تقيلة. كنت محرجة جدا، لكنه كان مصر. بعد ما خلصنا كل حاجة قال لي: تعالي نتغدى سوا. في البيت قعدنا على الأرض زي ما بنقعد إحنا، وأكلنا من الأكل اللي أنا عملته. كان يوم غريب لكن جميل. لأول مرة من سنين حسيت إن حد شايفني وفاهم المجهود اللي بعمله. بعد الأكل سألني: ينفع نخرج نتنفس شوية؟ أنا زهقان وما عنديش حد أصلاً. ومن غير ما أقول لنفسي لقيتني وافقت. كنت عارفة إنه غلط، لكن إحساس الراحة اللي حسيت بيه معاه ما خلانيش أفكر كتير. قال لي: روح جهزي نفسك، وفاجأني بهدية فستان شيك عمر ما تخيلت ألبسه. وغيرت هدومي وطلعت معاه. المكان اللي رحناه كان جميل وهادي، وجو بداية الليل كان رائع. قعدنا نتكلم وكل كلمة كانت بتخليني أحس إن الدنيا ممكن تكون حلوة. رجعنا البيت وافترقنا، بس أنا كنت عارفة إن قلبي بقى مربوط بحاجة أكبر مني. ري هوك
اليوم اللي بعده طلب مني نخرج تاني عشان يوريني شقة جديدة عايز ينتقل ليها. رحت معاه ومش فاكرة حاجة بعد كده. لما فتحت عينيا لقيت نفسي لوحدي في أوضة مش عارفة إزاي وصلت لها، وكل حاجة في حياتي اختلفت من اليوم ده. ما تذكرش إزاي وصلت البيت، بس فتحت عينيا لقيت نفسي نايمة على سريري وهدومي فيها حاجة غلط. أمي كانت لسه في المستشفى ولا حد يسأل عني. حاولت أركز أتكرر إيه، لكن في دماغي فجوات كبيرة. آخر حاجة فاكراها كنت واقفة معاه في الشقة الجديدة اللي عايز يورينيها. كان في مشروب قدمهولي، شربته. بعد كده ولا حاجة. يوم كامل ضايع من ذاكرتي. رحت المستشفى على طول. أمي كانت نايمة، ما قلتش لها حاجة، ما كنتش عارفة أقول إيه. بعد يومين رجعت الشقة القديمة عشان أشتغل، لقيتها مقفولة. سألت البواب قال لي سافر، سابلك ظرف. فتحت الظرف لقيت فلوس كتير وورقة فيها 4 كلمات: شكراً على وقتك الجميل، سأتذكرك. بس كده، مفيش رقم، مفيش موعد رجوع. وقفت قدام الباب ودموعي نزلت غصب عني. ما كنتش عارفة أنا زعلانة على إيه بالظبط، على الفلوس، على اللي حصل، على إني صدقته. أمي كانت تعبانة ومحتاجاني، فمسحت دموعي وكملت. بعد شهرين بدأت أحس بتعب. كنت فاكرة إني شديت على نفسي شوية، بس التعب ما كانش بيروح. رحت لدكتورة وعملت تحليل. كانت الصدمة اللي عمري ما تخيلتها. الدكتورة قالت لي جملة وقفت فيها الزمن: انتي حامل في الشهر الرابع تقريبا. حسيت الأرض اتهزت من تحتي. إزاي؟ هو سافر وسابني وساب فلوس وخلاص، أنا لوحدي وأمي تعبانة وما عنديش حد. كنت عايزة أتكلم مع حد أسأله أعمل إيه، لكن مفيش غير جدران المستشفى الباردة وشيلة الفلوس اللي سابها. قررت إني أحافظ على الجنين، ولا أعرف ليه. يمكن عشان كان آخر حاجة بيني وبين الأيام الحلوة اللي عشتها، أو يمكن عشان كنت عارفة إن لو تخلصت منه حياتي هتكون أسود من الأول. خبيت الخبر عن أمي واستنيت. كانت حامل ثقيل، والدنيا كلها بتتغير حواليا. كبرت بطني، وأمي كانت لسه مريضة وأحتاجها جنبي، لكن هي ما قدرت. في يوم صحيت لقيتها مش قادرة تتنفس. دخلناها المستشفى تاني، وهناك روحها اتسلمت لربنا، ميتة من التعب والمرض. وقفت أمام باب العناية ولا عارفة أبكي ولا عيط. كل شيء ضاع في ثواني. ريهوك، بعد ما أمي ماتت قدرت أواجه حقيقة إني حامل. قلت مش هقدر أستمر في شغل البيوت. هربت من الحي كله ورحت مكان بعيد محدش يعرفني فيه. قلت لنفسي هبدأ حياة جديدة مع ولدي اللي جاي. وما كنتش أعرف إن السنين الجاية هتكون أصعب اختبار في عمري. رزقت بولد شبه أبيه بالضبط، نفس العيون، نفس الهدوء في ملامحه. كان أجمل حاجة في حياتي. سميته يحيى عشان يحيي فيا الأمل. بعد ولادته استأجرت أوضة صغيرة في منطقة شعبية بعيدة عن كل اللي يعرفني. قلت للناس إني متجوزة وجوزي سافر للخارج. محدش سأل كتير. كان الولد شبهي وشبه حد تاني ومحدش تدخل. لما يحيى كمل 2 سنين احتجت شغل يخليني جنبه. لقيت شغل في حضانة أطفال قريبة من البيت. كنت أخده معايا الصبح وارجع بالليل. صحتي كانت تعبانة، لكن كان نفسي أوفر له حياة أحسن من اللي عشتها أنا. كنت بروح بين فترة والتانية أسأل على أبوه في العمارة القديمة. كل مرة أروح ألاقي الشقة مقفولة والبواب يقول لي لسه مرجعش. فضلت 2 سنين أسأل وبعدين مللت. في عيد من الأعوام ويحيى عنده 3 سنين قلت خليني أعدي من هناك يمكن ألاقي أثر. فوجئت بالشقة منورة وخبطت الباب. فتح لي راجل وست، طلعوا أبوه وأمه. دخلت من غير ما أتكلم وجيتهم بكل جرأة. قلت لهم ده ابنكم. سكتوا كام ثانية، بعدين الأم صاحت: مستحيل، انتي كدابة، ولادنا مش كده. حاولت أوريهم الشبه، كان واضح قوي، بس هم رفضوا وطلعوني برا. بعد يومين بالظبط لقيتهم واقفين قدام بيتي الجديد. لقوا عنواني منين مش عارفة. قالوا كلام بارد قوي: نحل المشكلة بهدوء، انتي مش من مستوانا، سيبينا ناخد الولد وخدي فلوس وامشي. كنت زعلانة بس ما نهرتهمش. قلت لهم لو ده اللي انتوا عايزينه يبقى ما تشوفوش وشي تاني، وقفلت الباب في وشهم. بعدها بأسبوع سمعت إن الست رجعت تاني مع أبو الولد وطلبوا يقابلوا يحيى. لكن أنا قررت حاجة: ههرب، مش هخاطر بابني.
جمعت أغراضي في يوم واحد وغيرت المنطقة كلها وغيرت رقم تليفوني وسكت. كنت عارفة إن دي مش نهاية الحكاية، لكن كنت خايفة أخسر أغلى حاجة عندي، ابني. ريهوك. مرت سنين، يحيى كبر ودخل المدرسة. في يوم رحت للمدرسة عشان أخلص أوراقه، فوجئت بمشكلة كبيرة. ابني مش مسجل باسم أبوه، والمدرسة طلبت وثيقة نسب. اضطر إني أرجع تاني لنفس العنوان القديم. فتحت الباب وهو هناك، وقف قدامي بعد 6 سنين، لكن شكله كان مرعباً، مش الشخص اللي أعرفه خالص. لما فتح الباب ما صدقت عيني، كان الشخص اللي قدامي غير ده خالص، نحيف وشعره طاير وعينيه غرقة، ملامحه باين عليها إنه عايش في حزن سنين. وقف يتفرج عليا كأنه بيشوف شبح. قال بصوت مبحوح: انتي أخيراً؟ ومسك إيدي وكان مرعوب. أنا كنت خايفة منه ومن حاله. دخلت وما حكيتلوش حاجة عن يحيى، هو اللي ابتدى يحكي. أنا دورت عليكي طول السنين دي. بعد ما سافرت معرفتش أرجع تاني لنفس الشخص. ضيعت صحتي وفلوسي وأهلي. قلت له: ما تيجي على نفسك، أنا اتجوزتك بإيه؟ ورقة من غير شهود؟ وعيشت معاك شهر وبعدين اختفيت؟ هو اعترف إن أهله كانوا ضاغطين عليه وإنهم خوفوه من الفضيحة، فسافر قسرياً. لكن بعدين ندم ودور عليا سنين، واتفاجئ إني عرفت إن ليا عندي ولد. قلت له: اسمه يحيى وعمره دلوقتي 6 سنين. في نفس الجلسة اتصل بأهله قدامي، قفل التليفون وقال: خلاص هنتجوز رسمي وهنكتب الولد باسمي وهنعيش مع بعض. كنت مستنية الكلام ده من سنين، لكن جوايا حاجة مش مرتاحة. أهله وافقوا بسرعة غريبة. كتبنا الكتاب وأمضى على ورق الزواج وأمضى على نسب يحيى. فرحت كتير، كنت هبدأ حياة طبيعية أخيراً. بعد الجواز ب5 أسابيع بالضبط حصل اللي مش في الخيال. صحيت الصباح لقيت السرير فاضي، يحيى مش جنبي، هدومهم مش موجودة، الشنط مش موجودة. رنيت على تليفونه مقفل، كل أرقامه مش بتشتغل. روحت البيت أهله، لقيت البيت مقفول والجيران قالوا سافروا فجأة. فضلت أركض في الشوارع زيه زي المجنونة. فجأة جاتني مسج من رقم غريب: خلي بالك على نفسك، إحنا مش هنرجع وإنتي ما تعرفيش حد. وقفت في نص الشارع، كل حاجة ضاعت في ثواني. الورق اللي أمضى عليه كان مزور، ولا هو حقيقي وسرق ابني، ولا ده كان مخطط من البداية عشان ياخدوا يحيى مني؟ محدش قال لي حاجة، اتصدموا من غير صوت. روحت البيت لقيت كل حاجة بتاعته مش موجودة، وكأنه عمره ما كان هنا، إلا الهدوم بتاعتي وكمية ذهب وفلوس سابها على الترابيزة. مش عارفة أثمنة ألمي ولا أثمنة دمعة يحيى وهو بيشوفني بآخر نظرة. ريهوك. أنا دلوقتي قاعدة لوحدي في نفس الشقة من سنين. يحيى عنده 11 سنة تقريباً. لو هو عايش مش عارفة هما فين، ولا عارفة أسأل مين. حياتي وقفت من ساعة ما صحيت ولقيتهم راحوا. بس قبل شوية جارنا العجوز اللي طول عمره بيطلب إيدي رجع تاني، وأنا تعبت من الانتظار. عايزة أعيش، بس خايفة لو وافقت عليه وبعد كده رجع ابني يقول عليا إني خنته وإني غداره. حد يقول لي أعمل إيه؟ مرت 5 سنين، 5 سنين من الانتظار الصامت. كل يوم بفتح باب الشقة على صوت وهمي. كل يوم بحلم إن يحيى نازل من المصعد ضاحك، لكن مفيش اتصال، مفيش عنوان، مفيش خبر. الفلوس والذهب اللي سابوهم كفوني عيشة بسيطة، لكن قلبي ما تكفاش يوم. بحاول أشتغل، أروح مصنع أو محل، لكن بعد أسبوع بحس الدنيا سودة وبقفل على نفسي تاني في البيت. النفسية تعبتني، صرت ما بحبش أشوف حد ولا حد يشوفني. جاري في العمارة اللي في الدور اللي تحت راجل عجوز عمره 50 سنة، طيب جدا. اتعرف عليا من أيام يحيى، كان دايما بيجيب لي يحيى هدايا. بعد ما اختفى يحيى كان بيطمن عليا كل يوم، ومن 2 سنين بقى يطلب إيدي على الجواز. كل مرة أرفض، يقول لي: مش هسفرك ولا هاخدك من بيتك، هنفضل هنا جنب بعض. وأنا برفض خوفاً من نظرة الناس وخوفاً من إني أفتح صفحة جديدة. لكن النهاردة وأنا قاعدة أعيط قدام المراية لقيت نفسي عايزة أغير. تعبت من الانتظار، تعبت من الشقة اللي كل ركن فيها بيصرخ باسم يحيى، تعبت من صورة الولد اللي في درجي. لو هم عايين كان زمانهم رجعوا، طب ليه مستنيتهم؟ طب أنا حياتي هتقف لحد إمتى؟ فكرت كتير في عرض الجار العجوز الراجل، هو مش فارس الأحلام،
لكنه راجل كريم بيحترمني وبيقدر ظروفي، ومش هياخد مني يحيى لأن يحيى مش موجود. قلت يمكن لو ارتبطت بيه الدنيا ترجع لونها تاني، يمكن أنسى أو على الأقل أتعايش. بس الخوف لسه مسكني، خايفة النهاردة أقوله قبلت وبعد شهر يجي يحيى يخبط الباب يقولي ماما رجعت. ساعتها هعمل إيه؟ هنظلم المخلوق الطيب ده ولا أضرب بيحيى عرض الحائط؟ أنا مش عارفة. اللي عرفته من مصادري الخاصة إن أبوه اعترف لكل حاجة قدام أهله في الآخر، وإن هم هربوا بيه عشان يبعدوه عني. لكن ما عادش عندي أمل، الأمل ده بقى سم في روحي. أنا عايزة حل، عايزة أحس إن أنا إنسانة لسه عندها قيمة. بحلم أسمع صوت ضحكة تاني، لكن مش عارفة أتخذ الخطوة. مش عارفة أتخلى عن الماضي اللي مش عارفة أكمل غيره. يا جماعة اللي قريوا حكايتي، انتوا رأيكم إيه؟ أسيب الشقة وانتقل بعيد وابدأ من الصفر، ولا أستنى هنا لحد ما الموت يجي؟ أوافق على الجواز من الراجل الطيب ده وأخاطر بآخر سنين عمري، ولا أضل لوحدي وأتحمل نتيجة قراري؟ أي كلمة تساعد، أي نصيحة. أنا تعبت من السكوت، عايزة حد يقولي انتي مش غلطانة، قدرك كان أصعب من احتمالك. محدش معايا غير الجدران، فلو حد سمعني يقولي أعمل إيه.